السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنصلي، بس كل واحد فينا في صلاته له درجة مختلفة عن التاني. عشان ما نتوهش من بعض وعايزين نختصر الوقت وناخد الإفادة بدري بدري سريع سريع، فاحنا هنقسم المصلين لخمس درجات ونشوف سوا أنا وأنت في أنهي درجة فيهم، ونحاول مع بعض نبقى في أعلى درجة. توكلنا على الله. درجات المصلين خمس درجات. أول درجة هي معاقب، تاني درجة محاسب، تالت درجة مكفر عنه، رابع درجة مثاب، خامس درجة مقرب من رب. معناه ايه الكلام ده؟ بينا نشرح درجة درجة. أول درجة وهي المعاقب، وده الشخص اللي بيظلم نفسه، مش بيحافظ على مواعيد الصلاة ولا فروضها ولا واجباتها، ولا بيدي للوضوء حقه ولا أركان الصلاة حقها. فهي دي صفات الشخص المعاقب لنفسه في درجات المصلين. تاني درجة وهي المحاسب، يعني بيحاسب نفسه أول بأول وبيحافظ على مواعيد الصلاة ووضوءها وأركانها الظاهرة، يعني عكس الدرجة الأولى تماما. بس هو برضو في مشكلة، وهو إنه بيضيع المجاهدة دي كلها في الأرض لما بيتبع وسوسة نفسه وهو في الصلاة. يبقى هو جاي في ميعاده ومتوضي وراح وقف في أول صف وكله تمام، بس دماغه مش في الصلاة أصلا، راحت بقى الحجز كورة أو صينية المكرونة البشاميل اللي مستنياه فوق، أو الشغل المتأخر، أو المشوار اللي هيعمله بعد الصلاة. فده معنى ووصف الدرجة التانية، وهو الشخص المحاسب. تالت درجة وهي مكفر عنه، ده بيبقى كأنه داخل معركة أو كأنه بيجاهد وبيحارب الظروف والشيطان والوساوس عشان يعمل كل حاجة على أكمل وجه. يعني بيحافظ على حدود وأركان الصلاة، بيهرب من الوساوس وبيحط كل تركيزه في الصلاة وبس. يعني تقدر تقول إن هو كده بيجاهد وبيصلي، وهو ده اللي درجته اسمها مكفر عنه. رابع درجة وهي المثاب، ده بقى لما يقوم للصلاة بيديها كامل حقوقها وبيحافظ على أركانها وبيراعي كل حدودها. وبيختم ده بإن قلبه بيبقى مستشعر كل حركة في صلاته، وبيبقى كل همه إنه يأدي الصلاة على أكمل وجه ممكن، وده ابتغاء مرضات الله. لو أخد بالك كل ما بنزود درجة فالصفات بتتراكم على بعضها وبتتكون في درجة أعلى. ده معناه إن الدرجة الخامسة هتكون شاملة كل امتيازات الدرجات اللي فاتت. فيلا بينا. خامس درجة وهي الأخيرة وهي المقرب من رب. شفت؟ باين كده إن الوصف عظمة، وكمان يليق بإنه أعلى درجة في درجات المصلين. فاكر كل الصفات الجميلة اللي قلناها، من أول المحافظة على مواعيد الصلاة وأركانها وحدودها، والجهاد بينك وبين نفسك، وإن كمان تستشعر الأركان اللي فوق ده بقى. وهو اللي بيختم كل الحلاوة دي إنك تستحضر قلبك بين إيدين ربنا عز وجل، تبص بقلبك لربنا سبحانه وتعالى، قلبك يتملى محبة وعظمة كأنك شايف ربنا. وقتها كل الوساوس هتتبخر، هتحس بأعظم إحساس ممكن تحسه في حياتك، وهتدخل في مرحلة انشغالك بربك وصلاتك وبس. وبكده احنا شرحنا الخمس درجات. لو انت عرفت انت في انهي مرحلة فيهم يا ريت تقولي تحت في الكومنتس. يا ريت نشتغل على ان كلنا نكون في الدرجة الخامسة. هو كده خلصنا شرح، بس لسه في حاجة لا تقل أهمية عن اللي قلناه، هي اننا نعرف فضل ومكانة الصلاة وفضل التدبر والخشوع فيها، وما ورد عنها من الله في كتابه العظيم، وما ورد عنها من رسوله الكريم في أحاديث الشريف. فمن الكتاب قال سبحانه وتعالى عن الخشوع في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر في الكتاب آيات كثيرة عن الخشوع في العبادة بشكل عام وفي الصلاة بشكل خاص. أما من السنة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعاها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني على قد خشوعك هتاخد درجتك. وبكده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا فحابب اشكرك على دعمك ليا، اللي هتكمله بلايك وكومنت بالصلاه على النبي وسبسكرايبر في القناه عشان اول ما انزل جديد يوصلك. ما تنساش تدعي لاخواتنا بالصبر والثبات والنصر. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.